بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مع كل ظهور للرئيس السوري أحمد الشرع في أي مؤتمر أو أي سفرية بيسافرها أو أي ظهور إعلامي هو بيظهر فيه عامة، مش بتلاقي السوشيال ميديا والناس على السوشيال ميديا سواء سوريين أو مصريين أو حتى عرب غير عاملين فيديوهات مقارنة بين الرئيس السيسي والرئيس الشرع، ومين أفضل، مين اللي ليه هيبة أكبر، مين اللي الناس هتحترمه أكتر، مين الأقوى، مين الأحلى، مين الجميل. المهم حوارات كلها تافهة كده. أنا عارف إنه السوريين هم اللي بدأوا المناكفات دي زمان بعد ما تولى أحمد الشرع على طول، وبقوا يقارنوه هم بالسيسي على طول ومش عارف إيه، وإحنا كذا وأنتوا كذا. بس يا إخواننا، إحنا كمصريين ما ينفعش نسوق وراهم كده. ليه؟ مجرد مقارنة الشرع أو الجولاني بالسيسي دي تقليل من حجم الرئيس السيسي. يا اخواننا احنا كلنا، احنا ده هو احمد الشرع مسك سوريا من سنه او سنتين، احنا عارفين تاريخه، يعني هو تاريخه حصل قدامك، ما لحقتش. ده العيل اللي دخل حضانه عارف تاريخه. هو من سنتين او من سنه ماسك سوريا اهو. كله عارف انه كان تبع تنظيم القاعده، كان ارهابي في تنظيم القاعده. عمل حاجه اسمها جبهه النصره عشان الناس جرفت من اسم القاعده، هو حاجه تبع القاعده برضه، وبعدين غير جبهه النصره دي، غير اسمها الاسم احلى وجميل، الناس تنفع تبقى واقفه وراه، الى هيئه تحرير الشام. وهيئه تحرير الشام امريكا واسرائيل وتركيا بقت تضرب في بشار علشان خاطر هيئه تحرير الشام تقدر تغلب بشار وتسيطر على دمشق وعلى سوريا. يعني انه اسرائيل تضرب وتدمر الجيش السوري كله بطياراته بدباباته برجاله، الجيش السوري يتدمر، وانه امريكا تضرب القواعد التابعه لاحمد الشرع، وانه تركيا تضرب في الجيش السوري، وانه ارهابي يجي يمسك سوريا. شاف السيناريو العبثي والسيناريو المعفن ده كله، اهو ده بالنسبه للسوريين افضل خيار ليهم واحسن حاجه ممكن تتعمل علشان خاطر سوريا ترجع ولو جزء بسيط زي ما قبل عصر بشار. يعني شفت العبط ده كله والعفن، انه اسرائيل تضرب الجيش السوري، وامريكا تضرب الجيش السوري، وتركيا تضرب الجيش السوري، وارهاب يمسك سوريا. اهو ده افضل حل بالنسبه للسوريين. ايه رايك؟ يعني اعجلها كده، تعالى فكر فيها لو دقيقه، دي افضل سيناريو للسوريين. وبالفعل مثلا هو راجل عمل يعني في شويه امن وامان نوعا ما، في شويه حريات مثلا حصلت. مش عارف السوريين شموا نفسهم شويه من الجبروت والظلم اللي كانوا شايفينه على بشار وصدنايا، الناس ما تنساش يعني المشاهد دي برضه. والراجل عنده شويه ذكاء برضه، مش عارف يقدر يحرر محافظات من جبهه قصد ومش عارف ايه، وكل شويه شغال على ملف من ملفات سوريا اللي كانت ضايعه زمان علشان خاطر يرجعها، وشويه شويه هيرجع علاقات الدبلوماسيه بين سوريا وبين اي دوله اوروبيه كان معاديها زمان، او اي دوله عربيه دول كانت معاديه سوريا زمان على بشار. المهم سنه سنه سوريا هترجع زي الاول، بيه هو كارهابي او من غيره كارهابي او باي حد. المهم الناس اللي يهمها انه سوريا تبقى دوله بس. ومصر على مستوى القياده يهمها ان سوريا ترجع زي الاول. مصر كل اللي يهمها وكل اللي يشغلها ان سوريا ترجع دوله محترمه زي زمان، علشان السوريين اللي عندك يرجعوا بلدهم، يلاقوا مكان يشتغلوا فيه، يلاقوا بيت يسكنوا فيه في امن وامان، عشان ما يضطروش يرجعوا او يطلعوا من سوريا تاني. مصر يهمها ان السودان تستقر علشان السودانيين يرجعوا بلدهم تاني، والله باي حل من الحلول. المهم السودان تبقى دوله محترمه شريفه عشان تبقى مستقره والناس ترجع فيها زي زمان. ده اللي يهم القيادة المصرية ويهمنا احنا كمصريين. انما المناكفات اللي هتحصل دي، وانك تقارن الرئيس السيسي بالرئيس الشرع، زي ما قلنا احنا عارفين اهو تاريخه ايه، عارفين تاريخ احمد الجولاني ايه، بس ايا كانت المقارنات دي تقليل من حجم الرئيس السيسي. ومش دي بس، مقارنة اي رئيس دولة عربية، والله امير، ملك، اي رئيس دولة عربية بالرئيس السيسي دي مقارنة عبثية وتقليل من الرئيس السيسي. والله لو اي رئيس دوله عربيه معاه مال جارون، طب كلنا عارفين مال جارون اللي مع اي ملك عربي او اي امير عربي، هيديه لمين كجزيه وإتاوة؟ هيديه لامريكا. يعني مالهم دي ملوش عازه، جيوشهم دي ملهاش عازه. انكم شايفين ايران هتعمل ايه؟ هم ما نهار ما هيتمعظموا وهيصدوا الصواريخ الايرانيه، بس هيدافعوا عن اسرائيل بجيوشهم دي. يعني ناس لهمش عازه. فما تقارنهمش بالرئيس السيسي. ان الشعوب العربيه كلها تنتقد في الرئيس السيسي او تنتقد فينا كمصر او في سياساتنا كدوله مصريه، دي من غلبهم والله العظيم، والله من غلب. واغلبهم لجان، خلي بالك. والناس دي في قرارات نفسك دي، وهي هتشتم في رئيسنا او هتشتم في دولتنا المصريه. الناس دي في قرارات نفسها عارفه مين الاقوى، عارفه مين اقوى شعب في المنطقه. مصر اقوى شعب واكثر شعب واقوى دوله في المنطقه من حيث الشعب.
عارفين مين اقوى جيش في المنطقه؟ اقوى جيش عربي موجود هو الجيش المصري، الجيش الوحيد اللي هزم اسرائيل يا اخواننا الجيش المصري ده، عشان تبقوا فاكرين يعني. عارفين مين اقوى رئيس في المنطقه؟ اللي هو رئيس مصر، طبعا معروف اقوى دوله لازم يبقى رئيس، اقوى رئيس دي معروفه، حاجه بديهيه يعني. اتقل رئيس من الناحيه السياسيه والدبلوماسيه والعسكريه وكل اي حاجه اخرائيه اي رئيس مصر والدوله المصريه والشعب المصري. دي حاجه ببساطه كده. بس هو مستحيل يعني الراجل العربي او اي حد سواء لجنه او غير لجنه داخل يشتم مصر في التعليقات، هيجي يقول لك ايه؟ يا صدقني مثلا دولتي خاينه ورئيسي خاين وانت رئيسك شريف ومصر شريفه. مستحيل هيقول لك كده. هو ده حاجه زي يعني حاجه زي ده النفر اللي هيشجع نادي زي الاهلي والزمالك مستحيل يتخلى عن عقيدته التشجيعيه لنادي كوره، رغم انه عارف انه الاهلي افضل او عارف انه النادي ده افضل من النادي بتاعه. مستحيل يقول لك ده افضل مثلا، ودي نادي كوره، ما بالك عاد من دوله ورئيس وحكومه وشعب. هيجي يقول لك على دولته ده دي دولتي خاينه ورئيسي خاين وبالصلاه على النبي رئيسك انت المحترم ودولتك انت المحترمه. لا، ده هو هيقعد يتصيد لك في الحاجات اللي معفنه كده، اللي من وجهه نظره شايفها معفنه هو يقولها لك بطريقته المعفنه. المهم يفضل على رايه بانه دولته اسياد العالم، وهم اخرهم يقبلوا مؤخرات رؤساء دول تاني ويدوها فلوسهم. فما تقارنش انت كمصري، ما تقارنش رئيس دوله اي رئيس دوله عربيه بالرئيس السيسي. ده تقليل من حجم الرئيس السيسي. والله الرئيس السوري احمد الشرع، الرئيس الكويت، الرئيس السعودي، الرئيس المغرب، الرئيس اللبناني، الرئيس الباذنجاني، ما تقارنش اي رئيس دوله عربيه بالرئيس السيسي. دي حاجه هتغيظني انا كمصري كده وهتحسسني دي تقليل من حجم. يا اخوان الرئيس السيسي ما تقارنش بدول، ما تقارنش باي رئيس عرب. عايز تقارنوا باي رئيس دوله مغفله بره، شوف مين اللي ليه علاقات بره وشوف، انما ما تقارنهمش بالرعاع دول وبالناس دي. وفي الاخر كل اللي نرجوه احنا كمصريين ان ربنا يرجع الامن والامان لاي دوله عربيه باظت او خربت. سوريا ربنا يرجع لها الامن والامان، وربنا يرجع لها الاستقرار وترجع احسن من الاول، ويرجعوا السوريين افضل من الاول واحسن من الاول. دول شعب كان كريم وشعب محترم وشعب تاريخ وشعب ليه حضاره. ربنا يرجع سوريا زي زمان، ويرجع السودان زي زمان، ويرجع ليبيا زي زمان، ويحرر فلسطين ولبنان، ويحرر اي دوله عربيه من الغاشمين والمحتلين، وينصر الرئيس السيسي.